عارفة ان ناس كتير مش بتحب السبانخ، بس في وصفتي النهاردة هتحبوها وتاكلوها. بجد وصفة مختلفة وطعمها خطير، ومش هتحسوا بطعم السبانخ، متأكدة هتعجبكم. اول حاجة في وصفتنا محضرة نص كيلو صدور فراخ، هتبلهم بملح وفلفل وبابريكا واسيبهم على جنب. وللبشاميل 4 معالق دقيق مع 4 معالق زبدة، وهوطي النار وبعد كده هضيف لتر ونص من اللبن، وطبعا هملح وفلفل اسود وهرجع اعلي النار لحد واقلب لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه. وبعد كده هاخد الفراخ وابدا اشوحها او اسويها تقريبا 3/4 سوا لحد ما توصل للون والشكل ده. هرفعها، وفي نفس البان هضيف بصلاية متوسطة هقلبها تاخد كل النكهات اللي في الحلة. وهضيف بعد كده الجزر والثوم والسبانخ الفريش او ممكن المجمدة لو حابين. وبعد كده هضيف كمان فلفل احمر او اخضر او اصفر، ده اختياري. وهملح بملح وفلفل وشوية توابل، وبحب اوي اضيف شوية حار، ده اختياري. وهضيف معلقتين كبار من صوص البشاميل. وبعد كده في الصينية هضيف المكرونة واضيف عليها نص البشاميل وشوية جبنة موتزاريلا واقلبهم كويس مع بعض. وارجع اضيف عليها افرد عليها كل الخضار. والفراخ قطعتها بالشكل ده هرصها في الصينية بتاعتنا من فوق. واخر حاجة هضيفها البشاميل، الطبقة الأخيرة. وبعد كده جبنة موتزاريلا وهدخلها الفرن على درجة حرارة 190 الرف وسط لحد ما تستوي. جربوها ومتأكدة